السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميدو طالع بيصرح تصريح غريب جدا، وكالعادة هو بيحب يركب الترند وعايز يعمل أي شو لقطة عشان يقول أنا موجود. هو بيحلم برئاسة الزمالك، فبيحاول يعمل قصف جبهات. طالع بيقول لك في أسبوع واحد الحمد لله كسبنا الأهلي تحت 20 سنة وتحت 17 سنة، وإن شاء الله بنعيد ترتيب أوراق البيت من الداخل، وهنفضل طول عمرنا البعبع بتاعكم. مهما صرفتوا من مليارات الزمالك هيفضل البعبع بتاعكم. مش عارف هو بيضحك على مين ولا مصدق نفسه ازاي. طلع محمد فارس سلخه ونزله زي ما بيقولوا على جدور رقبته. للأسف ميدو مفكر نفسه أسطورة، يعني هو لعيب كان جامد وكان محترف خارجيا، ولكن الأسطورة دايما بيتقاس بمواقفه وتاريخه عموما، والفترات اللي كان فيها بيبقى مؤثر، ومن غيره الفريق بيبقى عامل ازاي. غالبا ميدو بيعيش على لقطات فترات معينة عملها في حياته ومسيرته الرياضية، سواء كلاعب أو حتى كمدرب أو حتى كإعلامي. بيفضل رغم ان هو المفروض ناضج بشكل كافي وكبر خلاص في السن، ما بقاش يعني صغير بالتهورات اللي كان بيعملها زمان لما طلع في منتخب مصر وبيعترض على حسن شحاتة وبيقول له ليه بتغيرني، ليه اشمعنى انا، والكلام الخايب اللي كان بيقوله. طبعا هو كان مش متخيل نجم النجوم بقى احمد ميدو اللي هو في الوقت ده، فهو متخيل ان هو حسن شحاته ما ينفعش يغيره، ما ينفعش ينزل مكانه عمرو زكي، ما ينفعش دلوقتي اللي هو عامل نفسه حبيبه يعني، ما ينفعش ينزل مكانه عماد متعب مثلا او يلعب عماد متعب عليه. فميدو عايش الدور دايما ان هو عبقري زمانه يعني. حتى في مقارنته مع صلاح بيقول انا كنت ممكن ابقى اكتر من صلاح واحسن من صلاح لو عقليتي بس زي عقلية صلاح. مع ان الموضوع مش موضوع عقلية فقط لا غير، ده عقلية واخلاق والتزام وحاجات كتير قوي. ميدو مش موجودة عنده غير القوة البدنية والمهارة اللي كانت عنده في رجله الشمال، والهيدرز طبعا عشان كان طوله بيفرق في حتة الكرات العرضية. انما ميدو لا، في لعيبه كتير جدا احسن منه، وساهموا مع منتخب مصر افضل منه، وكمان مع انديتهم. يعني في لعيبه في الزمالك تاريخهم احسن من تاريخ ميدو بكتير جدا، ولكن هو بيحلم برئاسة نادي الزمالك، وعارف هو كويس قوي جمهور نادي الزمالك بيحب الشو واللقطة والكلام اللي بيجي على هواهم، ان انت تقول لهم احنا نادي القرن، احنا احسن فريق في العالم، وهكذا. فهو بيلعب على الوتر ده وخليه عايش في اوهامه.